شعلوا يقول لا بعد كلمة على الحراق ولا عم فكرين رمزي أقول تمسوا على الحراق. طيب انت حرك وكل ما بعطيك علم برضه كل فوق على طول ولا سجل جاهزين جاهزين اقعدوا كده تعالوا هنا في هذا المكان في هذا المكان لا تدخلوا لها هذا كان بيان طويل لورا الثاني إلى الديناصورات وإلى أمريكا الظالم، إلى الديناصورات وأمريكا والظالم. قيمة صاروخ كروز $600,000. لو بنيت قرية المعجلة كان بنيت قرية نموذجية $600,000 ولم تمر فيها ذبابة إرهابية حسب ادعائهم. وذهبت أمريكا ملكية ووحدوية أكثر من الملك، وبسلاح أمريكا يقتلوا في الجنوب ويقتلوا في الشمال، ودعم الدكتاتور بمليارات وعدم الاعتراف بشعب الجنوب والقضية الجنوبية. وهذا منزلي تطلق عليه النيران من قناصات أمريكا وربما بطائراتها وصواريخها في المستقبل القريب. فأمريكا أعلنت الحرب في اليمن، وحكومة الاحتلال تخوض حرب ضد شعب الجنوب الأعزل، والقاعدة أعلنت الحرب على أمريكا وأعوانها. أما شعب الجنوب المقهور، شعب الجنوب يخوض نضال سلمي من أجل تحرير هذا الظالم. هدوا علم أمريكا، هدوا علم أمريكا. الله أكبر، الله أكبر، تكبير، تكبير. أمريكا والظالم، أمريكا والظالم، أمريكا والظالم، هذا أمريكا والظالم. تكبير، 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 الخضراء. اني اسألكم هل ارسل بقيمة الرايات الخضراء وصوره قيمة قطن وشاش للجرحى او اكفاء للشهداء او خبز وماء للارامل والايتام؟ ويتصل بهم، يتصل بهم يحذرني من يحذرني من علي ناصر. ولا زالت الديناصورات في شقاقهم القديم، ويريدوا جر شباب الجنوب المضحي والمتطلع الى المستقبل في صراعاتهم العقيبة. ان رايتنا وراية الجنوب هي سواعدنا السمراء، وهي وجودنا على ارضنا هي علام الجنوب. ان رايتنا سواعدنا السمراء وجباهنا، وان كانت هناك صور تستحق ان ترفع فهي صور البوعزيزيين شهدائنا الابرار فقط. وكفى تمجيدا، كفى تمجيدا، كفى تمجيدا وتطبيلا للزعامات والمقامات والهامات والفخامات والأصنام التي أضاعت الجنوب. كفى كفى كفى. علي ناصر محمد والنجمة الحمراء يتواصل مع الرفاق لأنهم محل ثقته كبيرهم وصغيرهم بدون أي تحفظ، ونحن غير موثوقين عنده. وقد طلب مني أن أتواصل مع بعض شيوخ الشمال على قوله أنهم معنا، ولم يهتموا بقبائل الجنوب وشيوخها الذين انضموا إلى الثورة السلمية وزادوها قوة ومنعة ووضعوهم في ثلاجة الشورى والمرجعية. فكيف يكونوا مرجعية وهم غير معترف بهم عند الرفاق؟ وأضافوا معهم التجار الذين لا زال حقوقهم مؤممة ومنهوبة، والأكاديميين الذين لم نرى أحدا منهم قد أبدع أو تألق بسبب
نالوه منا وهم لم يتصالحوا مع أنفسهم؟ وهل لا زلنا نرفع الرايات النجمة الحمراء الذي حاربها العالم 70 عاما وسقطت إلى الأبد؟ الله أكبر. النصر والعزة لله. 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 أما العطاس رئيس حكومة دولة الوحدة التي سقطت يوم سقط العطاس ويمثل قبائل الجنوب ومشايخهم ويعترف بقبائل الشمال وشيوخها وينكرنا من وجودنا على أرضنا التي خلقنا الله سبحانه وتعالى منها يوم خلق الأرض وقال عز وجل وجعلناكم شعوبا وقبائل وسنظل كذلك على أرضنا إلى يوم القيامة وإلى أن يرث الله الأرض وما عليها. من لا يعترف بقبائل الجنوب وشيوخها فلا يستحق الاعتراف به كائنا من كان، وهذه غلطة نظام صنعاء وهو يدفع ثمنها الآن بعد ما اعترافه بقبائل الجنوب وشيوخها، واكتفى بالرفاق الذين يعيشون بعقلية التآمر لا بعقلية التكامل. وبعد أن كان شيوعي نرى العطاس اليوم شيعي في بلاد السنة. هيهات هيهات. فرح 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 سلميا ولا بالنار فرح فرح سلميا ولا بالنار فرح فرح سلميا ولا بالنار فرح فرح. أما عبد ربه وبن مساعد وقطن وبن رجب الذي أسفاه عليه الآن يهاجم أبناء ردفان بعد ما قتل أبناء سفيان، هم من ذل الغزاة المحتلين على طريق الجنوب في 94 إلى يومنا هذا، وهم من شجع المحتلين على قتلنا. وقال لي محمد ناصر وزير الدفاع إن أبناء الضالع أحبابي وأبناء ردفان أحبابي. هذا قال لي وزير الدفاع، قال لي إن أبناء الضالع وردفان لا ينفع معهم إلا كسار الرؤوس يا طارق، ولا يمكن التفاهم معهم أو نصل معهم إلى وفاق. هؤلاء هم الزمرة، مثلهم مثل أبو رغال الذي دل أبرهة الأشرم إلى طريق الكعبة ليهدمها فأهلكه الله وأهلك جيشه وأهلك أبو رغال، ولا يزال موقع موته يرمى بالحجارة إلى زماننا هذا لعنة على جريمته. وهكذا سيفعلون أبناء الجنوب. يذكرونكم أيها الزمرة أنتم من تعينون الشمال على احتلال أرضكم وقتل قومكم، والشعوب اليوم تحرق نفسها، والشعوب اليوم تحرق نفسها من جور الظلم والاستبداد. وليعتبروا من لا زال في رأسه عقل. والله أكبر. الله أكبر يا شعوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان سلبها شاش وقطن وعفان بشهدائنا بدل ما يرسلها رايات من الجذابة. لا ترفعوا رايات من بعد اليوم، راياتكم انتم وجودكم على ارضكم. والله اكبر. وثوره ثوره يا جنوب. وبعد امتحانات وبعد العطله هذه الصيفيه ان شاء الله باذن الله هننزل الى الشوارع اصحاب السياره يكون من يكون في الدنيا. والله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. يا على الدولة والله رب العالمين. سعودية على الدولة والله رب العالمين. المناظر هؤلاء كبر ما يستغفر صار رب هذا بس كثير فيهم. نشكر لكم حضوركم دولة يا جنوب، ولن نرفع الرايات بعد اليوم، وإننا نعاهد أنفسنا ثم إننا نعاهد كل مواطن شريف وعلى رأسهم طارق بن ناصر الفضلي على أننا نضحي بأنفسنا. هذه الأرض لا ترجع رماد بإذن الله.
جنة خير لنا من أن نعيش إلا على أرضنا. أما تعيشوا أحرار ولا موت أحسن لكم. كلنا أهلنا جالسين مرابطين بنموت أهلنا والأيام القادمة بيننا. ثورة ثورة يا جنوب، ثورة ثورة يا جنوب، ثورة ثورة يا جنوب. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. الله أكبر.